لو هقول لكم على الجمال والحلاوة والشياكة والأناقة، هقول لكم على كشري المصريين. تحفة يا جماعة بمعنى الكلمة. قد ايه الست المصرية شاطرة جدا وبتعمل أكلات جميلة جدا جدا. الكشري شوفوا يا جماعة، شوفوا الحلاوة، شوفوا الجمال، شوفوا الرز ازاي هو والشعرية ولسان العصفور حبة بحبة. شوفوا المكرونة جميلة ازاي، الورد شكله تحفة ازاي، والصلصة ولونها. جمال الكشري حقيقي ابتكار يا جماعة واختراع. سلم ايدين اللي اخترعوا بجد. من غير الكشري ما يبقاش فيه متعة في الحياة. انا من نفسي من عشاق الكشري وبحبه جدا، بس بحب ان انا اعمله في البيت. في الغلا اللي احنا فيه ده طبق زي ده يعدي 60 70 جنيه، ده اقل حاجة كمان. دلوقتي بتعمليه في البيت ما يكلفكيش 50 جنيه، بتعملي مائدة الرحمن من الكشري. من كل حاجة نص كيلو هتعملي احلى كشري. والبصل هي يعني 3 4 بصلات هيدلعوا الدنيا معاكي. وب5 حمص وب5 من العدس ابو جبة. وخلاص على كده، ونص كيلو طماطم. هتعملي احلى طبق كشري في العالم. تحفة بجد. شابوه بجد يا جماعة، وقولوا تسلم ايديا. النهارده عملته لكم من مطبخ ياسمينة الاكلات العصرية. قبل كده عملته لكم على القناة كتير. هنزل لكم اللينك ان شاء الله في صندوق الوصف. شوفوه وخشوا على القناة وقولوا لي ايه رأيكم. بحبكم، لايك وشير ومتابعة حلوة للقناة عشان تدعموني اقدم لكم كل جديد. مع السلامة، وتعالوا اتفضلوا بألف هنا معانا. اشوف وشكم على خير.